بصراحة يعني كل ما باجي هنا بفرح، بحس إن الكنيسة الناشئة دي فعلا فيها الروح القدس، وبفتكر سمعان الخراز اللي فعلا ما كانش عنده أي رتبة كهنوتية، لكن بإيمانه نقل الجبل. يعني ربنا سمح إن الراجل بسيط إسكافي بيصلح أحذية يبقى عنده إيمان ينقل جبل. فالكنيسة دي كنيسة قوية بشفاعها وبصلوات أكثرون، وفعلا مكان جميل، وأنا أفرح جدا لما بكون هنا. بنعمة ربنا كلمتنا النهارده رحلة نحو الجسد الواحد. دليل روحي إزاي نعمل زواج واحد. طيب نبدأ بسؤال، إزاي نبدأ زواج واحد؟ إزاي جوازنا يبقى واحد؟ ناجح. تفاهم، حلو. هنسخن اهو، أنا هاجي هنا عشان أشوف زواجنا إزاي يبقى ناجح وواحد. تفاهم، إيه تاني؟ مشاركة، كويس جدا. مين التعاون؟ ده الشباب الصغير معانا اهو كمان، ده حاجة جميلة. تعاون، إيه تاني؟ احترام، برافو برافو. ايه تاني؟ احتمال، زواجنا احتمال، جميل. طيب كلامكم حلو قوي قوي. طيب لو انا حبيت اسال سؤال للستات واقول كل الرجال نقط، كل الرجال نقط، ها متومس طيبين يعني بتاكلي عيش. كل عيش كويس. كل الرجاله نقط زي الاطفال. كلام رائع، كلام رائع، مفاجاه ليا بصراحه. كل الرجاله، ها اتكلموا ما تخافوش، رجالتهم مش موجودين. الرجاله لما موجود تاكل عيش. اللي راجلها مش موجود تتكلم. عصبيين، حلو قوي. عايز حاجه كده شكوى رئيسيه في كل بيت، الرجاله نقط. نكديه، الله عليك. دخلنا في العمر، جوزك اكيد مش معاك. لا، كل الرجاله. ايه؟ سهل يضحك عليهم، كويس. ام حكيمه، زوجه حكيمه. ها؟ كل الستات نقط عشان الرجاله بقى خليهم يتكلموا معانا عددهم قليل. كل الرجاله نقط. حد من هناك مشاركه؟ كل الرجاله نقط. وصف كده للرجاله. الله عليكي، الله عليكي. كل الرجاله الشغل عندهم نمره، انا عايز دي. كل الرجاله الشغل عندهم نمره واحد. كل الرجاله نقط. ها اقول انا كلامهم قليل، صح؟ فانا هاخد بقى من اللي انتوا قلتوه ده عشان احط حاجه كده كتالوج. ما تحبش الكلام الكتير لان هو كلامه قليل، ما عندوش كلام بالظبط. احنا كده ايه داخلين في صلب الكلمه اللي احنا عايزين نوصل لها. طيب كل الستات نقط. الله اشهد بيقولوا الهم ماشي. كل الستات نقط. احلى ناس تخرج المشاكل، ماشي تمشي. كل رجاله نقط. اظن مفيش مشاكل. طيب فضلات السنه مالتي تاسك، تقدر تشوف الولاد وترد على التليفون وتغسل كذا. طب حلوه. طيب هو القصه ايه؟ القصه ايه اللي احنا عايزين نوصل لها؟ ان احنا عايزين نقول ان في كتالوج للرجل. كل الرجاله ليهم كتالوج، كل الستات ليهم كتالوج. احنا للاسف بندخل الزواج واحنا ما عندناش الكتالوجات. ممكن نجيب غساله نقعد نقرا في الاوبشن بتاع الغساله ونشوف ايه عصر على خفيف وايه عصر على تقيل وايه سخن وايه بارد وايه الغسيل اللي يتحط في الوقت دوت ومده الغسيل قد ايه. نقعد نقرا في الكتالوج قد كده. نيجي عند الزواج ما عندناش الكتالوج. اصل احنا اتعلمنا كده، اصل احنا شفناها في الفيلم كده. فبنخش الزواج ممكن في حاجات صح وفي حاجات نص نص، في حاجه تراوزناها وما كانتش هي ايه احسن حاجه. فبندخل الزواج نعمل ايه؟ يحصل ايه؟
صدام، يحصل مشاكل، يحصل اختلاف. ليه؟ عشان احنا ما خدناش الكتالوج من الاول. فانا لما قصدت اسال كل الرجاله نقط علشان النهارده نعرف الكتالوج بتاع الرجل والكتالوج بتاع المراه، ولما نعرف نتعامل مع بعض. ده هو مثلا اهتمامه بشغله زي ما رسولي قالت، دي من الحاجات اللي احنا نعرفها النهارده، دي بالنسبه للرجل حاجه مهمه جدا. تمام؟ فاول حاجه علشان زواجنا يبقى واعي محتاجين نتخلى عن وهم ان الزواج بلا مشاكل. هل زواجنا ممكن يبقى بلا مشاكل؟ في حاله واحده، لو هو في حاله وانت في حالك ومفيش تواصل. هي مشكله كبيره انتوا ما بتتكلموش مع بعض، بس مفيش مشاكل يوميه، عامله زي رسم القلب اللي ماشي خط مستقيم. حد عمل رسم قلب وشاف رسم قلب خط مستقيم ده يعني ايه؟ مفيش نقط، خط مستقيم ده الله يرحمه، مفيش حياه. برافو عليك كده، الله يرحمه. لكن الزواج الناجح يبقى فيه نقط، طلوع ومشكله تتحل وتنزل وتروح ويبقى الكيرف طالع، بس في مشكله وبنعرف نحلها مع بعض وبننزل. فبنحلها مع بعض ازاي؟ بطريقه اسمها المحاوله والخطا. طريقه المحاوله والخطا دي ببساطه زي ما حضرتك كنت في اول الجواز زي حضرتك اول الجواز لما عملت كيكه وباظت، صح؟ قعدنا نظبط في المقادير ونظبط في الفرن ولحد ما الكيكه نفشت وبقت جميله. فدي المحاوله والخطا. المحاوله والخطا للرجاله زي ما حضرتك علمت السواقه في الاول، كلنا خيشنا في الرصيف وكلنا رجعنا لورا وخبطنا عربيه، اتعلمنا بالمحاوله والخطا. فزواجنا يبقى ناجح بطريقه المحاوله والخطا. زواجنا يبقى ناجح لما نبعد ان احنا ناخد النهايات السعيده بتاعت الافلام، اللي هم الفيلم يخلص لما البطله يتجوز البطل، هم بيحبوا بعض طول الفيلم ومش لاقيين بعض والقصه دي كلها والفيلم يخلص. فالنهايه تبقى سعيده، فكلنا نفتكر ان الزواج هو النهايه السعيده، ان البطل بيجري ورا البطله طول الفيلم وبيلاحقها والمشاكل اللي بتحصل، وفي الاخر الفيلم يخلص فنطلع مبسوطين وكلنا عايزين نتجوز عشان الاثنين الحب بتاعهم اكتمل. اتاري في الحقيقه الفيلم لسه هيبدا. احنا كده ما دخلناش في الحقيقه بتاعت الشغل وبتاعت الزواج ومشاكل الزواج اللي احنا كلنا بنقابلها في حياتنا. احنا بنقول ان شهر العسل ده هو الفتره الجميله اللي احنا بنتعرف فيها على بعض، بس بعد شهر العسل كل الناس كل واحد بيشمر كمامه خلاص وبينزل علشان بحر الحياه. هي دي البوتقه اللي بتصلح الحياه وبتدي للحياه طعم، ان احنا الاثنين بنساعد بعض عشان الحياه تبقى شكلها مختلف. يبقى هنتخلى عن وهم ان الزواج بلا مشاكل، ونتخلى عن النهايات السعيده بتاعت الافلام، وهنستخدم قانون المحاوله والخطا في مشاكلنا للزواج. طيب، علشان ندي الكتالوج بتاع الرجل والكتالوج بتاع المرأة محتاجين نرجع للكتاب المقدس. احنا عندنا 3 حاجات مهمة في العلاقة الزوجية. عندنا اتحاد، وعندنا مساواة، وكمان عندنا اختلاف. 3 حاجات من الكتاب المقدس. أول حاجة الكتاب المقدس بيقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسد واحد. فإذا الترك التصاق يعني اتحاد، يعني هما الاثنين أصبحوا واحد. واحنا قلنا في كنيستنا الجميلة في سر الزيجة الاثنين بيقفوا هنا وابونا يحل الروح القدس لما يقول باركهما قدسهما الروح القدس. في الوقت ده الاثنين يبقوا واحد. وبنؤمن ان ماده السر في سر الزيجه اللي هم مين؟ طيب، اي سر في الكنيسه ليه ماده منظوره وليه نعمه غير منظوره. ناخد سر التناول. ايه الماده المنظوره في سر التناول؟
القربانه والابركه. ابونا بيخش يقدس القداس، يتحول القربانه ايه؟ لجسد حقيقي للمسيح له، والابركه تتحول ايه؟ لدم حقيقي للمسيح له. يبقى دي الماده المنظوره اللي هي القربانه والايه؟ والابركه بيتحولوا ايه؟ لجسد حقيقي. طب في سر الزيجه ايه الماده المنظوره؟ برافو عليك يا تسوع. يبقى العروسه والعريس هم الماده المنظوره. ابونا يباركهم في سر الاكليل، ايه يعمل؟ يحصل لهم ايه بقى الحاجه اللي هي النعمه غير المنظوره؟ يبقوا جسد واحد. فاذا كنيستنا الجميله بتدي اتحاد من يوم الايه؟ من يوم الفرح. طيب حته المساواه دي بولس الرسول قالها: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا انثى، كلنا واحد ايه؟ في المسيح. فاذا احنا متحدين في سر الزيجه، متساويين زي ما معلمنا بولس الرسول قال، وزي ما ربنا قال زمان: اخلق حواء ايه؟ معين نظير، يعني زيه بالظبط، هتساعده ويكون ايه؟ زيه بالظبط. امال ايه بقى يا بصون موضوع الاختلاف؟ الاختلاف بين الرجل والمرأة من أجل التكامل. تمام؟ يبقى احنا اتحاد ومساواة وكمان ايه؟ اختلاف. ليه بنقول الكلام ده؟ عشان لما نيجي نتكلم على الكتالوج بتاع الرجل والكتالوج بتاع المرأة، ده من أجل التكامل. احنا مختلفين علشان نكمل البازل، نكمل اللعبة مع بعض، نكمل الحياة مع بعض. اختلافنا ايه؟ سر قوته. طيب تيجي آية بتتعبنا كلنا وبتلخبطنا: لأن الرجل هو رأس المرأة. هو إيه؟ مدير؟ هو أنا موظفة؟ طب ما نكمل الآية. الآية إيه؟ لأن الرجل رأس المرأة كما إيه؟ كما أن المسيح رأس الكنيسة. المسيح عمل إيه؟ حب الكنيسة، بذل نفسه عشانها، مات على الصليب. يبقى إذا الرجل رأس في الإيه؟ في البذل، في الاحتواء، في التضحية، في المحبة. الصورة اللي قدام حضراتكم لابس إكليل شوك، هو مش إكليل ذهب. ليه؟ هو رمز للمسيح في البذل والعطاء. الجسد المرأة بتكمله. رأس يعني دوره بذل، دوره تضحية. المرأة جسد دورها إنها تساعده وتكمله. هل ممكن يبقى جسد من غير رأس؟ هل ينفع جسد من غير رأس؟ طب ينفع جسد من يعني إنسان من غير جسد؟ يبقى إذا الاثنين رأس وجسد إن هما إيه؟ مكملين لبعض. الحكمة بتاعت خلق ربنا حواء من ضلع آدم، ليه ما اتخلقتش من دماغه؟ حواء ليه ربنا ما خلقهاش من دماغه؟ تفتكروا ليه؟ عشان ما تبقاش اعلى منه، عشان ما تقولوش انا اعلى منه. طب ليه ما خلقهاش من رجلي؟ عشان ما تبقاش اقل منه. خلقها جنب القلب. ليه؟ هي تديله حب وحنان، وهو ايه؟ يديها الحب والحنان جنب القلب. ايه؟ كانها حمايه وبجان القلب. طيب الاختلاف من اجل التكامل زي قطعتين البازل اللي قدام حضراتكم دي، في صفات للرجل وفي صفات للمرأة. هل ده صح؟ يعني لو قلنا الشجاعة، هل هي صفة رجولية؟ لا، برافو عليك. الشجاعة موجودة عند الرجل وموجودة عند المرأة، بس كل واحد بيطبع الصفة بطريقته. ممكن تلاقي ست شجاعة جدا بس ليها طريقة معينة، ليها كاريزما معينة. كمان الحنان، هل الحنان مختص بالمرأة؟ لا، الحنان موجود عند الرجل والمرأة. إذا وجود الصفات الإنسانية في الرجل والمرأة بدرجات مختلفة هي من أجل إيه؟ من أجل التكامل. يبقى إحنا عرفنا اتحاد وعرفنا مساواة وعرفنا اختلاف من أجل التكامل. طيب الكلمة بتاعتنا النهارده سيكولوجيا الرجل والمرأة. كلمة سيكولوجيا صعبة شوية، لكن هي بالعربي الطبيعة النفسية لكل الستات والطبيعة النفسية لكل الرجال. أول اختلاف بين الرجل ده الاهتمامات المختلفة. وتصوني قالت اهتمام الرجل الأساسي بشغله. ربنا خلقه بفطرة إن هو
يلاقي نفسه ويلاقي حياته ويلاقي شعوره بالانجاز والتقدم هو في حياته. فتلاقي الراجل ايه؟ يشتغل شغله واثنين وثلاثه، طبيعته النفسيه ربنا خلقه كده. وده كان في سفر التكوين لما بيقول له ايه؟ وضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. وقال له كمان ايه ربنا في الوصيه لما غلط؟ بعرق جبينك تاكل خبزك. برافو عليك. اذا الطبيعه النفسيه للرجل لادم من ايام زمان هو حبه للعمل. انما اتزان المراه واحساسها بانوثتها في هذا الرجل. هو ربنا قال لها كده، قال لها ايه؟ الى رجلك يكون ايه؟ اشتياقك. فهو قال لحواء هذا الامر الالهي. فمن يوم ما بيقفوا هنا وبيبقوا متحدين اتزانها النفسي وعمودها الفقري هو حضرتك. فتلاقيها طول النهار قلقانه عليك، تكلمك، تحسرك، اتاخرت ليه؟ وانت فاهم ان ده حصار وخنقه وهي قلقه زياده. اتاري ربنا خلقها بنفسيه انها ايه؟ اتزانها النفسي وحياتها كلها ايه؟ فيك انت ايها الرجل. فتلاقي نفسك ايه؟ انت عايز تشتغل وتجيب فلوس عشانها، وهي برضه ايه؟ احساسها ان الفلوس ما بتديهاش القيمه، هي عايزه تعامل بطريقه ايه؟ مختلفه زي ما هنعرف في الاختلاف التاني. طب انا قلت لكم المشكله ان الرجل مهتم بشغله والست اتزانها النفسي ايه؟ بهذا الرجل. طب نعمل ايه؟ نحل المشكله دي ازاي؟ ساعدوني. ندي وقت للشغل وقت البيت. برافو عليك. احنا بنقول للراجل خصص يوم يبقى لزوجتك وبيتك من غير شغل، من غير تليفونات، من غير دوشه الحياه، عشان تحسسها بوجودك. انت اول لما حسستها بالامان وحسستها انها مرغوبه بشخصها، هتلاقيها هي ايه؟ هي اللي بتشجعك على ايه؟ على الشغل. حلو قوي. يبقى اول حاجه قلنا للراجل يخصص وقت ايه؟ للشغل. طب نقول للست اللي هي ملهوفه على الراجل نقول لها ايه؟ كملي. هي تفهم ان اتزان الرجل النفسي على شغله، فهي تدفعه للشغل وتقول له ايه؟ ربنا معاك ويساعدك، مش تأنبه ان هو اتأخر او ان هو ما عملش حاجه معينه. ليه؟ لان هو مهتم بالبيت عشان ايه؟ عشان خاطر حضرتك. يبقى ده اول اختلاف، ان الرجل لما الراجل بيهتم بشغله كمان ممكن الست تتهمه ايه؟ انه مات، انه بيجري ورا الفلوس. فاهمه؟ والراجل بيتهم المراه انها مثلا عاطفيه زياده. ده انت عايزه، انت لسه هنرجع لزمان، لسه عايزه كلام حلو. لا، هي عايزه كده، طبيعتها مبنيه على اساس العلاقه بيك واهتمامك بيها، هو ده اللي بيديها ايه؟ احساس وانجاز في الحياه. يبقى استيعاب الزوجه لعمل زوجك ليس اهمالا بل تحقيقا لذاته ليتمكن من رعايه بيته، واستيعاب الزوج لاهتمام زوجته يجعله يملا خزانها العاطفي اولا. يبقى الست محتاجه كلمات منك علشان خزانها العاطفي ايه؟ يكمل. يبقى اول اختلاف نمط الاهتمامات المختلفه. تاني اختلاف، خليكم معايا. تاني اختلاف نمط التفكير المختلف. يعني تفكير المراه غير تفكير الرجل، بمعنى ان الرجل بينظر الى الامور بطريقه عامه وشامله وبيبص للنتائج وبيهتم بالموضوع كانه ماسك تلسكوب، وحضرتك ماسكه ميكروسكوب. كل حاجه بدقه، بتهتمي بالتفاصيل، بتهتمي بالمشاعر، بتهتمي بالاشخاص. ربنا خلقك كده، انت ماسكه ميكروسكوب وهو ماسك تلسكوب. فلما بيحصل موقف معين هو بيبص بايه؟ بالعدسه بتاعته، وحضرتك بتبص ايه؟ بالعدسه بتاعتك. فما بيحصلش ايه؟ دونت ميكس. فتلاقي حضرتك بتتكلم في حته وهي بتتكلم في حته تاني، مع انكم باصين على ايه؟ على نفس الموقف. طب ندي مثال. لو احنا بنتفرج على فيلم
فيلم في البيت عادي. فالراجل هيهتم ايه؟ بالاطار العام، قصه الفيلم، اخراجه وايه؟ وثلاث كلمات وخلصت على كده. حضرتك اهتمامك بالبقره ولبسها وحركاتها ومكياجها وتفاصيل تفاصيلها. فلما بنيجي نتكلم ايه رايك في الفيلم؟ حلو، لطيف، بس قعدنا 3 ساعات نتفرج على الفيلم، ده تعليقك على الفيلم. حضرتك عايز تتكلمي المشهد ده وراحت وجت وعملت واتأثرتي وممكن تعيطي، هتلاقي ايه؟ ان الحته باصص بالتلسكوب وحضرتك بالايه؟ بالميكروسكوب. فالراجل ساعات بيتهم بالسطحيه، انه مش مهتم. ليه؟ لانه بص للموضوع كده ايه؟ في ملخص، لكن الست ايه؟ بالتفاصيل. فهو بيقول لها ايه؟ انت بتهتمي، انت معقده، انت بتغرقي في التفاصيل. طب ندي مثل تاني. واحنا خارجين مع بعض، ايه اللي بيحصل؟ الراجل بيلبس القميص البنطلون 6 الا ربع، بعد 6 الا ربع دي ايه؟ انا جاهز. حضرتك بقى بتعملي ايه؟ الخناقه الشهيره. ساعتين عندك ميك اب وعندك شنطه وعندك اهتمام بالسندوتشات بتاعت الولاد، ولو في حد كبير بيذاكر هتشوفي عايز ايه؟ تفاصيل تفاصيل. لكن هو الميعاد 6 عايز 6 الا 5 يبقى كله ايه؟ جاهز. طيب هو ده مين غلط ومين صح؟ مين؟ هو خلاص بص على الامور العامه، عنده ميعاد عايز ينزل، لكن انت عندك تفاصيل، يبقى هو عنده حق وانت عندك حق. مفيش حد غلط وحد صح، لكن هو ايه؟ كتالوج بتاع الرجل بيبص بالايه؟ بالتلسكوب، وحضرتك ايه؟ مدققها بتبص بالميكروسكوب. طيب يبقى ده تاني اختلاف. طيب هنعالجه ازاي؟ دليل تشغيل للزوجه انها تفهم الزوجه نظرته الشموليه ليس تجاهلا للتفاصيل، لكنه هي طبيعه عقله علشان ربنا خلقه لمواجهه المجهول وحل المشاكل. ربنا عمله يبص الامور العامه عشان ايه؟ يجيب نهايه الموضوع ويحله. وبنقول للزوج تفهم ان تركيزها على التفاصيل والاشخاص هي موهبه ربنا حاططها فيها علشان رعايه الاسره وليس تعقيدا للامور. يبقى لما كل الواحد يفهم ان ربنا خلق التاني بطبيعه مختلفه عشان نكمل بعض، هنرتاح. كل واحد يفهم طبيعه التاني ايه؟ هنرتاح في المشاكل ايه؟ اعرف انها مش مشكله شخصيه، لكن هو ربنا خلقه كده فانا هرتاح. ايوه. والزوج كمان يفهم انها مش معقده ومش مهتمه بالتفاصيل الزياده لطبيعتها علشان ربنا اداها قدره انها ترعى اولاد واثنين وثلاثه وتهتم بتفاصيل البيت. طيب ثالث حاجه او ثالث اختلاف في السيكولوجيه نمط الاحتياج المختلف. يعني ايه؟ لو تخيلنا الميزان اللي قدام حضراتكم ده ميزان فيه رجل وفيه امرأة. الاحتياج الرئيسي للرجل في هذا الميزان هو التقدير والاحترام. وربنا كده وصى الزوجة وقال لها ايه؟ أما المرأة فايه؟ فلتحب رجلها، برافو عليها. وفي الإكليل يقول له ايه؟ يقول لها ايه؟ اكرميه واستقبليه بالبشاشة والترحاب وعامليه زي ما كانت ساره بتعامل ابراهيم وتقول له ايه؟ وتلاقي الكل بيضحك وسابوا الوصيه سيدي ازاي؟ وده كلام قديم، لكن هي وصيه قويه بتدل ان الرجل فعلا اتزانه النفسي على التقدير. عشان كده لما حضرتك تعلي صوتك شويه او تعامليه بحده او تنتقديه هو ايه؟ بيتضايق قوي، ينتمش وبيحس انها اهانه، مش عشان الرجل نرجسي وعشان الرجل هو مش عايز حاجه، لا هو ربنا خلق كده طبيعته ان هو عايز احترام وعايز مهام. طب الناحيه الثانيه في الميزان المراه عايزه ايه؟ عايزه اهتمام شخصي، عايزه حنيه، عايزه رقه، عايزه كلمات حلوه. طب دي في وصيه في الانجيل بيقول كده؟ ايوه.
يقول لك ايه؟ يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كاجسادهم. طب فين الايه؟ بتحب المراه زي ما بتحب نفسك، هتفكر فيها زي ما بتفكر في نفسك. فاذا بيتهم الرجل انه نرجسي، وساعات تتهم المراه انها ايه؟ مراهقه وعايزه تعيش فيلم عربي وعايزه تسمع كلام حلو. طب ما هو ربنا اللي قال كده، الانجيل اللي قال كده، قال كل واحد ليه اتزان نفسي، ليه طريقه معينه في الكتالوج، ان الرجل عايز احترام والمراه ايه؟ عايزه حب وكلمات حلوه. طيب نحل الموضوع ازاي؟ نقول ايه للزوج؟ نقول للزوج اديها تعبير مستمر بكل لغات الحب عشان نملى خزان الحب لديها. عندنا طرق مختلفة ولغات مختلفة في لغات الحب، هنبقى ناخد عليها مرة ثانية. كلمات، ممكن وقت، ممكن هدية، طرق مختلفة علشان الرجل يملى الخزان العاطفي بتاع زوجته. وبنقول للزوجة اظهري الثقة في قدراته ودعميه، ونفتكر الآية أما المرأة إيه؟ فلتهب رجلا. طيب في بقى كده حتة يعني في الموضوع دوت بالتحديد، الحب والاحترام. بيقولوا إن الرجل يمتدح على ما يفعله. الرجل يمتدح على ما يفعله، والمرأة تمتدح على ما هي عليه. هفكر. يعني الراجل يحب يمدح على حاجة معينة عملها. أنت متشكرة جدا إنك صلحت الموضوع الفلاني. أشكرك جدا لأنك كنت جبت احتياجات البيت النهارده. بيمدح على إيه؟ على حاجة معينة هو أكيد. لو أنت قلت له شكرا في العموم، أنا قلت له شكرا الصبح، هو مش عارف على إيه. هو هيفرح، بس ما بتخشش على إيه؟ أعماقه الداخلية. ازيك يا ابوه؟ ما بتخشش على ايه؟ اعماقه الداخليه، هو هيفرح بشكر. انما المراه تمدح على ما هي عليه، تمدح على جمالها وعلى شخصيتها وعلى تقول لها ايه؟ انت رائعه وتبدين متالقه النهارده. اختيارك كان ممتاز وذوقك حلو. فتمدح. لو انت مدحتها على اكل هتفرح، لكن هي بتمدح على ما هي عليه، على الحاله بتاعتها. فدي حته مختلفه. نفهم برضه في السيكولوجيه، الرجل يمدح على ما يفعله، هو عايز يتشكر على حاجه معينه عملها، توصيله، تصليح حاجه معينه، مساعده حاجه معينه، طلبات البيت. انما المراه تمدح على ما هي عليه، تقول لها انت طاغيه ممتازه، وتكمل تقول ايه؟ انا محظوظ انك ايه؟ زوجتي. تمام؟ كمان يا بصير، كمان يا بصير. بلاش انت. بيعمل كده ولا بيعمل نقع في بعض عشان خاطر الكلمه بتاعت احنا سمعنا النهارده. لا ده انا سود بقى. ايوه انا حسيت. طيب مثلا اوقات بيبقى وراها غلط او وراها حاجه الكلمه دي يعني لا ما هو بصي احنا لما بنفهم الطبيعه المختلفه هنقدر نتعامل بيها ونلعب بيها. احنا بنلعب بيها مش علشان ننافق بعض، لا احنا بنلعب بيها علشان نفرح بعض. يعني المفروض تبقى حاجه ثابته. احنا بنفرح بعض. هدف من الزواج حتى في العلاقه الخاصه زي ما هنتكلم دلوقتي ان احنا نفرح بعض ونسعد بعض. طب نخش بس للترتيب عشان ما نسبقش. اختلاف التعبير العاطفي. التعبير العاطفي المختلف. الراجل بيعبر عن عاطفته بالرعايه والحمايه والتوفير المالي. يعني الراجل لو بيته تمام مليان وثلاجه مليانه وفيها البرتقال وفيها اللحمه وفيها الزبادي والولاد صحتهم كويسه مش محتاجين دكتور وراحوا الدروس، هو كده قدم حب وزياده، عمل اللي عليه واكتر. طب هل المراه عايزه كده؟ المراه بتفهم الحب بطريقه مختلفه، عايزه كلمات وعايزه تلامس رقيق
وعايزه تحس انها ايه؟ داخله في تفاصيل حياته وهو داخل في تفاصيل حياته. فكأن اتنين بيتكلموا لغتين مختلفتين، هو عايز يقدم رعايه وحمايه وهي عايزه كلمات وايه؟ ورقه في التعامل. كأن الاتنين كل واحد معاه يورو وواحد معاه دولار ومش عارفين ايه؟ يتعاملوا مع بعض عشان ايه؟ لغه مختلفه وايه؟ وعمله مختلفه. والخطر بقى لما كل واحد يصر على اللغه بتاعته ويصر على العمله بتاعته. انا بعمل اللي عليا، انا هعمل ايه اكتر من كده؟ انا جايب الاكل والشرب والولاد بجيب لهم دروس وبياخد درس في ماده واثنين وثلاثه وبدفع مصاريف مدرسه. والست الثانيه عايزه يا سيدي ماشي انا حاسه بيه، لكن ايه؟ انا محتاجه حاجه تاني. فكل واحد بيصر على اللغه بتاعته في التعامل، فبيحصل ايه؟ يحصل كلاش. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ في مشكله ثانيه. ايوه. ان الواحد بيبقى عارف ايه اللي بيضايق اللي قدامه ويعمله. ده حاجه تاني بقى، دي حاجه تاني. يعني ابونا بيتكلم على نقطه تاني ان هو ايه؟ بيبقى عارف اللي بيضايق ويعمله. يبقى يعني ده انحراف عن الايه؟ عن الطبيعي، لان احنا هدفنا الاثنين ان احنا ايه؟ نسعد بعض ونفرح بعض. انا بقول نحل الموضوع ده ازاي؟ حد يساعدني زي ما ساعدتوني؟ الله عليك، انت النهارده متألقة. كل واحد يفهم اللغه بتاعت التاني ويقدر مجهود التاني. يعني حضرتك تفهمي ان طريقته في التقدير هو كده، طريقته في الحب كده، طريقته في الحب ان هو يشوف طلبات البيت ويشوف طلبات الولاد. نفهمها، يعني نفهم الحب من الايه؟ من خلال التصرفات، مش شرط الكلمات. ونقول للراجل حاول تتعلم وايه؟ ويبقى في كلمات ايه؟ كلمات رقيقه تدل ايه؟ على الحب. مصطفى معلش. اتفضل. على كلام ابونا اللي هو اللي بتبقى قصدا انها تضايق جوزها او انها تستفزه. اعتقد ان دي تعليمك يعني. اعتقد ان دي فيها شيء من الطفوله، زي الطفل بيبقى عايز يلفت نظر لابوه فبيلفت بشقاوه حتى لو شقاوه غلط، فهو بيديها الطرشه فهي عايزه تلفت نظره حتى لو هي دي هتفتح الموضوع تاني. ان العند النقد ساعات كتير قوي النقد بيقابل بالعناد. خليكي معايا. النقد يقابل بالعناد، يعني هو لو في بينهم كلاشات وهي بتنتقد وهو بينتقدها فطبيعي النقد يقابل بالعناد. دي قاعده. حرب بارده. ايه؟ حرب بارده. حرب بارده. انت بتضايقني انا هضايقك، انت بتضايقيني حاجه. فدي طبعا دي بعيد عن زواج المسيح اللي احنا اتكلمنا في الاول. اتكلمنا اتحاد واتكلمنا مساواه واتكلمنا اختلاف. فاحنا ايه؟ هدفنا ان احنا ايه؟ نسعد بعض ونفرح بعض. طيب. هنيجي بقى حته حساسه شويه بس مهمه جدا، الاحتياجات العاطفيه المختلفه. طبيعه الرجل ربنا خلقه انه محتاج حب جسدي، يعني علاقه خاصه الاول علشان يقدر يدي حب عاطفي وحب صداقه، وبعد كده يدي احتواء وحنان فيعيش حياه سعيده مستقره. المراه الهرم بتاعها مقلوب، هي محتاجه احتواء وحنان ومحتاجه حياه اسريه سعيده ومستقره ومحتاجه حب عاطفي وحب صداقه عشان تقدر تدي حب جسدي. الهرم مختلف. ببساطه كده الست عايزه جو هادي وبيت مستقر عشان تقدر تخش في العلاقه، والراجل محتاج العلاقه عشان يدي بيت مستقر. الهرمين عكس بعض. فاحنا محتاجين نفهم شويه حاجات علشان نقدر نحل هذه النقطه. أول حاجة محتاجين نفهمها أن العلاقة الزوجية الخاصة هي علاقة مقدسة في المسيح. ربنا قال يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بزوجته وهما الاثنين بقوا جسد واحد، فالعلاقة مقدسة. هدف هذه العلاقة إن إحنا نتحد بعض من أجل الاتحاد بالمسيح. نفهم يبقى أول حاجة مقدسة، اتحدنا ببعض غرض إن إحنا نقرب من بعض ونفرح ببعض
ونسعد بعض علشان نقدر احنا الاثنين نساعد بعض ونعمل كنيسه صغيره تمجد ايه؟ اسم المسيح. وينتج عن هذه الكنيسه اطفال برضه كنيسه صغيره ايه؟ تمجد اسم المسيح. يبقى هدف العلاقه ان انا اسعد الاخر وافرح الاخر. انا داخل مش هدفي ان انا افرح لوحدي او ان انا اشعر بحاجه مشاعر لوحدي، لا، هدفي ان انا افرح الاخر واسعد الاخر بهذا الايه؟ الفرح والسعاده. قوم لما اخش العلاقه كده ابقى انا ادي هدوء في البيت واستقرار عشان العلاقه تبقى كويسه، وحضرتك ايه؟ تساعدي نفسك ان حتى لو في شويه اختلافات او شويه مشاكل ان انا اخش في العلاقه عشان الراجل يدي ايه؟ بيت تاني. يبقى احنا الاثنين ايه؟ بنقرب الهرمين المختلفين عن بعض. وضحت الفكره دي؟ وضحت؟ طيب هدف الكلام المختلف دي رقم ايه؟ رقم 6 وفاضل 7 خالص. هدف الكلام المختلف. في الرسمه اللي قدام حضراتكم الراجل لما بيتكلم عايز يوصل من النقطه أ للنقطه ب. بيختصر ويلخص ويقول الموضوع بوضوح. انما الست لما تيجي تتكلم تقعد تشرح وتخش في مشاعر وتنزل وتطلع هو مش عيب في المرأة، هو ربنا خلقها كده، ربنا خلقها بتعبر عن مشاعرها. هدي مثال، الراجل نزل قال لمراته انا رايح المكان الفلاني احل الموضوع الفلاني مع اصحابي عشان في مشكله كده. نزل 3 ساعات. 3 ساعات. لما رجع الست عارفه الموضوع، ايه اللي حصل؟ قابلت الناس قعدنا معاهم وخلصنا الموضوع. في ايه؟ في 5 دقايق. ثم الخناقه الشهيره. انت بقالك 3 ساعات بره ولخصت لي الموضوع في 5 دقايق. طبعا ايه؟ هي مش مقتنعه ان طبيعتها، فاكره ان هو بيخبي او راح حته ما قالهاش او قابل واحده وبيخبي اي حاجه. الخيال الواسع. انما الست انزل نص ساعه. قالت لها تقول لجوزها ايه؟ انا نازل نص ساعه هقابل فلانه هاخد منها حاجه او احل لها موضوع واحد. يرجع الراجل يسالها ايه اللي حصل؟ النص ساعه تبقى ايه؟ في البيت ممكن تتحكي في 3 ساعات مع التفاصيل الاخباريه والنشرات اللي ايه؟ كانت لابسه وكانت عامله وبنتها عملت. فهو هل ده مين غلط ومين صح؟ مين غلط ومين صح؟ طبيعه الرجل ان هو بيختصر وبيلخص، طبيعه المراه انها ايه؟ بتحب تخش في التفاصيل والمشاعر الانسانيه. فبتتهم المراه بالثرثره ويتهم الرجل بالانغلاق. ما بيتكلمش، ما بيحكيش، ما اعرفش عنه حاجه، وتلاقي الراجل انا مش قادر، انا خلاص الكلام. طيب نحل الموضوع ده ازاي؟ حد يساعدني؟ زي ما ساعدتوني؟ حد راجل يساعد؟ بس والله ده القعده فيديو. ايه يا ابونا؟ بس والله القعده فيديو. دي جديده. نستغل التكنولوجيا. ابونا بيروح يصور القعده فيديو عشان ما يقعدش يحكي. يعني برضه ايه نفس وصلنا لنفس الموضوع ان هو مش هيحكي عن صورها فيديو. دي هكتبها عندي. الحل ايه؟ الحل ايه؟ ها؟ حد شاطر يساعد. ها؟ اولا ما تقولهاش انت رغايه، ما تقولهاش انت رغايه، حلوه عشان تحترمها زي ما هي بتحترمك. تمام، حلوه قوي. ثانيا اسمعها وقول لها انا تعبان مثلا فاختصري. ممكن نجيب طريقه كده. حلوه قوي. وفي نفس الوقت هي برضه تختصر عشان ما تبقاش تقيله عليها. برافو عليك، هي ده الحل. على الرجل التفرغ للانصات والتفاعل، وعلى المرأة اختيار الوقت المناسب والتلخيص احيانا. جمله واحده جابت ايه؟ زي ما تسوني قالت الراجل يدي ودنه شويه والست ايه؟ تحاول تختصر وتختار الوقت المناسب ايه؟ للحكايه. اخر حاجه بقى عند الضغط النفسي. الراجل جوزك داخل مزعبب وانت عارفه ان الشغل متوتر وعايزه تساعديه. فتعملي ايه؟ هو مضغوط ومش قادر. في ايه؟ حصل ايه؟ مين ضايقك؟ طب مش عارف ايه؟ وعايز ده يحكي. في الحالة دي الراجل بيحب يدخل حتة اسمها الكهف. الكهف ده ايه؟ مكان هادي يقعد يراجع فيها افكاره ويراجع فيها نفسيته، عامل زي الاسد عايز يرجع لورا عشان يعرف ايه؟ يخش بقوة.
حضرتك دورك في الوقت ده هتأهليه ان هو يخش الكهف بتاعه، تعملي له الاكل بتاعه، تعملي له الحمام، تسيبيه خالص لحد ما يهدى، وهتلاقيه هو ايه؟ جاي يحكي معاكي. انما المرأة لما بتنضغط لطيفة جدا. لو المرأة انضغطت وجت حكت ورغت يبقى هي كده هتخف. كده انت يعني دورك ان انت تسمعها، هي مش عايزة حل هندسي. لكن المشكلة بقى الحقيقية لو المرأة انضغطت وسكتت. بتخش حاجة اسمها البير. والبير عكس الكهف. البير انها احساسها انها لوحدها ومحدش معاها ومحدش فاهمها ومحدش بقدر هي بتعمل ايه وهي ايه. خلاص البير ده دورك ان انت تنزل لها الحبل. تنزل لها الحبل وتطلعها تسمع. الحبل هو ايه؟ الانصات بس، من غير لوم، من غير نصايح، من غير حاجه. لكن المشكله ان الراجل ساعات بيعامل المراه بنفس الطريقه اللي هو بيحبها. هو بيحب يخش الكهف فيتوقع ان المراه لما تنغلق وتنزل البير انها ايه؟ هتخف لوحدها. لا، هي عكسك تماما. هي عايزه حد ينزل لها الحبل عشان ايه؟ يسحبها ويسمعها ويطلعها. وحضرتك برضه بتحاولي تحل الموضوع معاه بنفس طريقه التفكير، اللي هو ايه؟ في ايه؟ حصل ايه؟ طب احكي لي. هو فاكر ان هو لما يفضفض، لا، هو في الفتره دي عايز ايه؟ يخش الكهف ويختلق نفسه علشان يحل ايه؟ المشكله، وبعد كده يطلع ايه؟ يتكلم معاه. انا كده خلصت. هقول دليل الصيانه. يعني ايه دليل الصيانه؟ يعني بقى التعليمات اللي بتيجي في الكتالوج للراجل والتعليمات اللي بتيجي في الكتالوج ملخص اللي احنا ايه؟ قلنا. نبدا بالمراه ولا بالرجل؟ المراه عشان المراه كتير، صح كده؟ دليل الصيانه اليوميه للمراه. كيف تدعمين النظام الاوبريتنج سيستم بتاعه زي الكمبيوتر كده؟ تعملي ايه؟ واحد، التقدير المستمر. اشكريه بوضوح على افعاله ومجهوداته اليوميه. تجنبي تماما النقد واللوم الذي يشعره بالفشل في مهمته الاساسيه كراعي. يعني اديله عبره القياده واديله الثقه ان هو ايه؟ سواق ناجح. احترم الكهف. تاني نقطه، احترم الكهف. عندما ينسحب ويصمت تحت ضغط امنحيه المساحه والثقه ولا تلاحقيه بالاسئله، وتاكدي ان انسحابه مش رفض ليكي ولكن اليه لحل المشكله. ثالث حاجه واخر حاجه، اخلاء ساحه القياده. توقفي عن التنازع على عجله القياده. اعلني ثقتك على قراراته وسيقوم هو تلقائيا بوضعك في مركز الاهتمام وحمايته. يعني لما دايما بنبقى بنتخانق على مين يسوق، الراجل عايز يسوق خلاص. لما انت تسيبيه وتديله الثقه وتديله التقدير، هيقول لك ايه؟ انا تعبان النهارده، سوقي الموضوع، خلصي الحكايه دي زي ما انت عايزه. هتلاقي كلمه كده في وقت من الاوقات اللي انت عايزاه، اعملي زي ما انت عايزه. ليه؟ خلاص هو خد ثقه وخد ثقه في تصرفاتك وايه؟ وبيقول لك ايه؟ سوقي انت. دليل الصيانه للرجل، توفير الاحتواء اولا. المراه محتاجه احتواء. تذكر ان شعورها بالامان العاطفي وكلمات الاطراء على شخصها هي البوابه الوحيده للوصول الى قلبها، وان حياه زوجيه حميمه مستقره. يعني من الاخر الودن بتاع المراه دي مهم جدا، استغلها مش نفاق ولكن بكلمات حقيقيه توصل للقلب. انزل الحبل للبئر عندما تصمت او تنهار تحت ضغط، فهي لا تبحث عن حلول هندسيه لمشكلاتها، بل تبحث عن اذن صاغيه وتعاطف واحتواء عاطفي غير مشروط. واضح؟ اخر حاجه للراجل، لغات الحب المتعدده. تعلم كيف تعبر عن محبتك بكل اللغات الممكنه، كلمات، وقت، هدايا، افعال، لمسات. استقرارها النفسي يعتمد على يقينها بانها محور اهتمام. انا كده خلصت. هقول حاجه هنا احنا الاثنين، ان الرجل والمراه انسان، والانسان ليس ملاك فهو يخطئ ويصيب، والانسان ليس جمال فهو يحزن ويسعد، والانسان ليس حيوان فهو ياخذ ويعطي،
والإنسان ليس آلة فهو يكسل وينشط، والإنسان ليس كاملا قد تنقص فيه جوانب تغطيها جوانب حلوة، والإنسان ليس مثاليا فهو يجتهد ينجح وقد يفشل، وأخيرا فأن الطرفين بشر. الطرفين بشر، ينبغي أن يعذر كل من الطرفين الآخر بهذه النفسية تصفو وتحلو الحياة وتبقى المتعة وتسود السعادة الزوجية. أنا كده خلصت، هستسمحكم نقول ترنيمة بعد إذن أبونا قبل نوزع الهدايا. اتفضل. قبل الترنيمة بصراحة أنا عايز تحية لفصل مسوي. النهارده يوم جميل. لقيته تحية بصراحة كان محاضرة جميلة ومهمة وحلوة خالص، يعني مش عارف عايز ملخص حلو كده ينزل، الناس ما عندهاش قدرة تقرا ملخص حلو كده عن الدين. ما نشغل بقى الترنيمة اللي حاضر يا فندم. بصوا، هي الترنيمه اللي عنده مشكله مع جوزه، اللي عنده مشكله مع مراته، اللي عنده مشكله مع صاحبه، صاحبته، ايا كان، اخته، ابوه، مامته، الترنيمه فعلا مقصد رائع. هنركز مع ابونا داوود وركزوا في الكلمات ونقول مع بعض، هي ترنيمه سهله جدا.
مش ممكن أقدر وحدي أحب عدوي في ثواني، مش ممكن أقدر وحدي أحب عدوي في ثواني، إلا لما أرفع قلبي والنعمة تكون سنداني، إلا لما أرفع قلبي والنعمة تكون سنداني، علمني يا رب أحب وأمشي النيل التاني، وإزاي أكون فريسي أو الكتبة زماني، علمني يا رب أحب وأمشي النيل التاني، وإزاي أكون فريسي أو الكتبة زماني.